تعالوا نعمل الكرواسون بطريقته الأصلية. في بولة حطيت الدقيق عليهم السكر والملح وخلطتهم مع بعض، وبعدين حطيت الخميرة، دي خميرة طبيعية أو خميرة طازة بتتباع في الأفران، حطيتها على الخليط اللي عندي وبدأت برضو أخلط، وبعدين حطيت المية وبإيدي بدأت أعجن، وبعدين حطيت الحليب وبرضو بدأت أعجن كويس. نزلت بقى العجينة دي على الرخام عندي وبدأت أعجن، وأحط الزبدة اللي عندي زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، وعجنت كويس جدا لغاية اما امسك حتة عجينة الاقيها كده ما بتتقطعش مني وشفافة كده. العجينة جاهزة، حطيتها في بولة بقى وسبتها ساعة ترتاح. طلعتها بقى من الساعة دي، شلتها حطيتها على الرخامة، عملت حجمها 20 في 20 سنتي. اظبطوها بالمسطرة عشان هي المقاسات دي اللي بتظبطها. كمان عندي زبدة بدرجة حرارة الغرفة، حطيتها في كيس برضو 20 في 20 سنتي، او ورقة زبدة اتنوها كده تبقى 20 في 20. سبتهم في التلاجة ليلة كاملة، واقل حاجة 14 ساعة. طلعتها بقى من التلاجة تاني يوم، عملتها 40